لازم الرز ده يبقى جنب اي صنف. الرز بالخلطة من الحاجات الاساسية اللي لازم تبقى موجودة في اي عزومة. بعد ما عملت البط بالمرتة وعجبكم قوي وطلبتوا مني ان انا انزل الرز بالخلطة، قلت لازم اعمله معاكم. 3 معالق سكر على النار، هنسيبهم من غير ما نحط عليهم اي حاجة لغاية ما يتكرملوا وياخدوا اللون البني الفاتح ده. هننزل عليهم كوباية مية ونسيبهم لغاية ما يدوبوا. حلة على النار نحط فيها مية، حبهان وفلفل اسود وملح، ونسلق فيها القوانص نسلقها 10 دقايق بس ونطلعها عشان نشيل اي زفارة منها. حلة على النار هنشوح فيها بصلايه وننزل عليها القوانص والقلوب بعد ما قطعناها صغير خالص، ملح وفلفل اسود وشويه من القرفه، ونقلب لغايه ما يتشوحوا ويبداوا يستووا. ننزل عليهم الكبده على طول عشان الكبد ما بتاخدش حله تانية بقى عشان نعمل الرز ونشوحها في شويه زبده وننزل عليها بالبهارات الخطيره اللي عندنا دي، هكتبها لكم كلها في الكابشن. بعد ما شوحنا البهارات مع البصل هنزل عليهم كوبايه الكراميل اللي احنا خففناه بكوبايه ميه، بعدين ننزل عليهم مكعبين مرقه، وبعدين نحط معيار الرز. انا كوبايه الرز البسمتي المغسول ومتصفي بحط له كوبايه ونص ميه مش كوبايتين. نقلب الكلام ده كله مع بعضه ونسيبه لغايه ما يستوي. هيطلع معانا خطير ومفلفل ومش معجن والرزايه مش متكسره نهائي. لازم تجربوا الوصفه دي، ولو ما شفتوش طريقه البط بالمرتة لازم تشوفوها عشان هتبقى على سفرتكم في رمضان. تنسوش تعملوا شير للفيديو.